أبدأ أولا بهذه الأوراد والأذكار المحزبة التي تأتي على كيفية معينة وبأعداد معينة، وقد تكون في كتب معينة حزب فلان وورد فلان وورد فلان. هل التعبد بمثل هذه الأذكار وانتفاع بها مشروع أو هو بدعة؟ ما كان من هذه الأذكار في الأصل واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذكار الشرعية، ولكن أضيف إليه هيئة كعدد محدد أو وقت محدد لم يرد فيه، فهذا من قبيل البدع الإضافية، وقد سبق الكلام فيها وخلاف أهل العلم فيها. نعم. وما كان من ذلك بمعنى لا يسع تعظيم النكير فيها أو شيء. نعم. طيب. أما ما كان من ذلك بألفاظ غير واردة فينظر إلى معانيها، فما كان منها صحيح المعنى والمبنى وليس فيه خلل فيكون من هذا القبيل أيضا من قبيل البدع الإضافية، وما كان منها فاسد المعنى أو فاسد المبنى أو مجهولا لا يجوز التعبد به. بعضه يكون بألفاظ مفردة مكررة هي في ذاتها لها معنى، يا نور يا نور يا نور يا حق يا حق يا حق مثلا. بالنسبة للدعاء بأي اسم من أسماء الله التي وردت ولو وردت مرة واحدة فلا حرج فيه مثل هذه، لكن إذا كان الذكر بالاسم المفرد دون ياء فهذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم. وبعض أهل العلم رأى يعني لما لا تقدر أداة النداء. بعض أهل العلم رأى أنه من باب أن الذكر بالاسم المفرد هو من باب الثناء وأن الخبر محذوف، واستدلوا لذلك بحديث إشراط الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فقالوا هذا دليل على جواز الذكر بالاسم المفرد، وإذا جاز باسم الله فيجوز بالرحمن الرحيم غير ذلك من الأسماء. وإذا قدرت أداة النداء من الإشكال. وكذلك إذا كان صالحا للنداء فقدرت أداة النداء فلا حرج، لأن حذف أداة النداء مما يضطرد ويقاس. إذا المنع منه على أي جهة؟ المنع منه على قصد عدم النداء وقصد عدم التركيب. فبعض الناس يرى وأيضا حتى بعضهم ما يصلح للنداء بذاته مثل هو ضمير. نعم. فهذا الضمير لا يصلح للنداء أصلا. طيب جزاكم الله. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها. هذا رد على الصوفية، انتبهوا، اللي يقولون الله الله هو هذا ذكرهم، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله 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 هو هذا أخص، اللي يقول هو هذا أخص من اللي يقول الله، واللي يقول الله الله أخص من اللي يقول لا إله إلا الله، ولذلك يسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة. هذا ما هو بذكر، الذكر لا إله إلا الله كلمة، أما هو أو الله هذه لا إله إلا الله هذه كلام مفيد، المبتدأ وخبر، أما هو أو الله هذا ما هو مفيد، لفظ مفرد ما يفيد شيئا. تقول الله أكبر، تعالى الله، ما شاء، هذا ذكر، نعم، لأنه كلام ما هو بكلمة، كلام مفيد. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام مفيد. أما الكلمة التي لا تفيد هذه لا تسمى كلاما ولا ذكرا ولا تفيد صاحبها. فقول الله جل وعلا لموسى قل لا إله إلا الله هذا يرد على الصوفية اللي يقولون هو أو يقولون الله الله الله. نعم. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها كاملة. نعم. ولا يقتصر على لفظ الجلالة. يقولون ما نقول لا إله إلا الله لأننا نخاف نموت قبل نكملها، يقول لهم الشيطان لا تقول لا إله إلا الله يمكن تموت وأنت ما كملتها، قل الله يكفي أو هو. نعم. ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة. نعم. وهي أذكارهم الآن، أذكار الصوفية هي الله الله أو هو. نعم. كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمن قال هذه الكلمة وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أتى بسائر شروطها وكفر بالطاغوت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كما مر في حديث أبي سعيد الخدري. وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلال لأن الله تعالى إنما علم موسى ماذا؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله ولم يقل قل الله الله صحيح أو هو. إذن هذه الكلمة تدل على أنها تنطق بكمالها. وأما اختصار لا إله إلا هو أقول هذا باطل هذا بدعة ضلالة أو الله الله قل هذا كذلك بدعة. لماذا؟ لأن الذكر إنما يكون على وفق الشرع هذا أولا. وثانيا جاء الشرع بماذا؟ بالنطق بالجمل مبتدا وخبر فعل فاعل. أما الله ايش اعراب هذا؟ لا اعراب له لابد من اسناد. الله أكبر الله أعظم لا إله إلا الله بدل لابد من إعرابه ولا إعراب إلا بعد تركيب. هكذا عند النحو لا إعراب إلا بعد تركيب. فتركب الجملة وتسند الكلمة إلى غيرها ويتحقق الإسناد التام عند النحاة حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى جملة. والله تعالى إنما يذكر بالجمل وهكذا جاء الشرع. قد يقول قائل ما الدليل؟ قل هذا قرآن من أوله إلى آخره ولم يأتي بالتقرب إلى الله تعالى بكلمات مجردة دون إسناد. وحينئذ لا يقولن قائل كما يقول بعض الصوفية الله أو هو يقول هذا لا دليل عليه البتة. ولذلك قال هنا وفيه أي في هذا الحديث دلالة على أن الذاكر بها أي الناطق بلا إله إلا الله يقولها كلها كاملة لا إله إلا الله ولا يقتصر على لفظ الجلال الله الله قل هذا باطل ولا على هو قل هذا يرجع الضمير على أي شيء هذا هو أين يرجع الضمير؟ لابد من سابق قال ولا على هو كما يفعله غلاة الصوفية صوفية لو وقفوا عند هذا كان أمر مخاف لأن هذا بدعة لكنهم وصلوا إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله عز وجل. ولذلك الصوفية المتأخرة جلهم ماذا؟ جلهم مشركون ليسوا على الإسلام في شيء. لا يكاد أن ينفك صوفي عن التعبد والتقرب لطواغيتهم من الأولياء سواء كانوا بحق أو بزعم ولا ينفك الصوفي عن ذلك البتة. فلا يقول أن قائل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرق في الصوفية وقال بعضهم مجتهدون وبعضهم على طاعة وإنما وقعوا في قال لا إنما عنا به ما عناه الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى وهو ما سماه بالصوفية الأول كالحسن البصري ونحوهم. يسمون أهل الزهد والتقشف يسمون ماذا في السابق؟ يسمون بالصوفي. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وأما الصوفية الذين هم عباد القبور فهذا كما مر معنا الشيخ الإسلام يكفرهم يحكم عليهم بماذا؟ بالكفر والشرك ولو اسما. لو قلنا بأنه يعذر بالجهل تنزلا قلنا يسميهم ماذا؟ يسميهم مشركين ولا يسميهم مجتهدين. كيف يجتهدون ثم يصلون باجتهادهم إلى عبادة القبور من دون الله تعالى؟ عبادة القبور كفر أكبر مخرج من الملة وهذا محل إجماع وهو إجماع قطعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة قطعا. قال كما يفعل غلاة المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة أو كذلك. طيب شيخنا الملاحظ والمتابع لبعض طروحاتك يجد فيها النبرة الروحية التصوفية الرقيقة في وقت أنه هذه المدارس الصوفية منتشرة لديكم كانت في المغرب العربي. هل تأثرتم بشيء من هذه المدارس والطرق اللي كانت موجودة؟ بالنسبة للتربية كقسم من أقسام الدين وهو الإحسان فريضة من فرائض الله ولا يمكن أن يستغني عنها أحد.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما انصرف قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين لا يتم إلا بهذا الجانب وهو جانب الإحسان. لكن التصوف بمعنى الطرقية أو بمعنى الأطروحات الأخرى هذا ليس له هذه الضرورة وليس بهذا المقام. نعم. ما كان لك حضور أو أي ارتباط بشيء من هذا؟ بلى، أنا كثير من مشايخي والذين انتفعت بهم من الذين لهم الطرق ولهم مشتغلون بالتربية على الطرق الصوفية، وبالأخص من السلف الصالح الذين قرأنا لهم. فلذلك ليس لدي أنا أي ردة فعل ضد ولا مع التصوف، أزنه بميزان الشرع. هو هنا قديما سئلت عنه في محاضرة عامة ويحضرها عدد من المشايخ التصوف، فقيل لي ما موقفكم من الطرق؟ كان الناس يزعمون أننا ضد الطرق وأننا من الذين يسعون لهدمها، وأقيمت علينا دعوة، وكان في السجن كانت الدعوة المقامة علينا أننا ضد التصوف وضد العقيدة الأشعرية وضد المذهب المالكي. وحتى بين يدي قاضي التحقيق لما سأل عن هذه الأمور الثلاثة وكان بحضرته عدد من القضاة سألته، فقلت تذكرت ثلاثة أمور: طريقة الجنيد ومذهب مالك ومذهب الأشعري. نعم. وأنا أسألكم عنها، أنت معك 5 قضاة مثلا الآن في المجلس، فمن هو الأشعري؟ قال هو أبو الحسن الأشعري. قلت هذا ليس اسمه، ما اسمه؟ فإذا القضاة لا يعرفون اسمه ولا يعرفون تاريخ مولده ولا مكانه، فقلت إذن لا على أي أساس تحكمون؟ وكذلك في الجنيد من هو وفي أي مدينة ولد وفي أي تاريخ ولد، فإذا هم يجهلونه. فسئلت أنا في مجلس مرة يحضره عدد من نعم. عن الموقف من الطرقية، قلت هو موقف لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه حين قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. فكل شيء سواء كان الفقه أو التصوف أو العقائد فيها حق وباطل. نعم. فيقر الإنسان بحقه وينكر باطله. طيب.